السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعساكم بخير طيبين. الحمد لله أنا كمان طيبة بخير. اللي جدد في قناتي يسووا سبسكرايب ولايك وشير لا ينسوا. فنبدأ ونقول بسم الله. اليوم بنسوي إدام بامية مع لحم. أخذنا بامية غسلناها كم مرة وبعدين حطيناها في الصفاية، وبعدين نقطعها من راسها ومن رجولها. والله لما كنا صغار كنا مرة ننبسط، بس ما نحب ناكلها، بس كنا نشيل الرؤوس حقتها ونحط على وجوهنا ونلعب هنود الحمر نسير، وبعدين تصير لنا حساسية وحكة، بس مبسوطين فيها. والله كلنا عندنا ذكريات مع الأشياء اللي كنا نسويها وننبسط فيها. كنا ما نحب ناكل البامية، بس كنا نحب نلعب فيها. الله يرحم جميع موتانا المسلمين يا رب العالمين. طيب بعد ما دحين قطعنا البامية حطينا عليها رشينا يعني عليها الملح ونخلطها زي الناس حتى يتجانس الملح مع البامية ونتركها على الجنب. لما كنت صغيرة مرة ما أحب البامية، ودحين صارت عندي أحلى أكلة. أخذنا بصل حجم متوسط قطعناه، وأخذنا طماطم كمان قطعناه، وأخذنا مقلاة حطينا عليها زيت وحمرنا فيها البامية حتى يصير لونها ذهبي. البامية هذه أنا بسويها بدون زيت، يعني بس نقلي البامية وباقي الأكلة ما فيها زيت أبدا، ومرة خفيفة على المعدة ولذيذة كمان في نفس الوقت. بعد ما نحمر البامية نحطها على الجنب، وناخد مقلاة تاني ونحط عليها اللحم، ونحط توم ملعقة كبيرة وملعقة صغيرة كركم وفلفل أحمر وملح، ونخلطهم زي الناس. وبعدين نحط عليه موية تقريبا لتر ونص حتى يستوي في هذه الموية اللحم، ونغطيه ونتركه يطبخ لمدة 20 دقيقة. استوى اللحم فنضيف البصل ونحركه ونخلطه، بعدين نغطيه لمدة 5 دقائق، وبعدها نضيف عليه الطماطم ونحرك ونخلط، وبرضو نغطيه ونطبخه كده 10 دقائق حتى يستوي شوية الطماطم وتنشف الموية تتبخر منه.